المدرب الذي أفلت من الأسود. كيف ضيع العراق فرصة التعاقد مع الحسين عموتة في وقت كان فيه الشارع الرياضي العراقي يتنفس أملا جديدا مع تداول أنباء عن اقتراب المدرب المغربي الحسين عموتة من قيادة المنتخب العراقي الأول؟ جاء الرد الصادم من أبو ظبي حاسما كل التكهنات: عموتة باقي مع الجزيرة. لقد بدت الأمور في البداية وكأنها تتجه نحو الإعلان الرسمي. مصادر من داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم أكدت في تصريحات إعلامية أن عموتة كان الخيار الأول والأقرب لتولي مهمة قيادة المنتخب خلفا للمدرب الإسباني خيسوس كاساس. وأشارت تلك المصادر إلى أن الاتحاد فتح قنوات تواصل مع المدرب المغربي مستندا إلى سيرته الذاتية الغنية وخبرته القارية الواسعة سواء مع المنتخبات أو الأندية. لكن وعلى العكس ما تم تداوله إعلاميا، جاء موقف عموتة حازما ومفاجئا في آن واحد. ففي تصريح رسمي نقله موقع الويست أنفو بالعربية ومصادر إعلامية إماراتية، قال المدرب المغربي: أنا ملتزم بعقدي مع نادي الجزيرة الإماراتي ولا يمكنني التفاوض مع أي طرف آخر في هذه المرحلة. أرفض خيانة التزاماتي المهنية. هذا التصريح شكل صدمة مزدوجة، فمن جهة أجهض طموحات جماهير عراقية كانت ترى في عموتة الشخصية المثالية لقيادة مشروع كروي واعد، ومن جهة أخرى أكد التزام المدرب المغربي الصارم بأخلاقيات المهنة واحترام العقود، وهي خصال نادرة في زمن يتسم بتقلبات الصفقات والتعاقدات. نادي الجزيرة الإماراتي لم يتأخر في دعم مدربه، حيث أصدر بيانا رسميا ينفي فيه أي نية للاستغناء عنه أو وجود مفاوضات من طرفه مع الاتحاد العراقي، مؤكدا أن المدرب الحسين عموتة يواصل مهامه بشكل طبيعي ونحن راضون عن أدائه حتى الآن. تقرير لموقع الإمارات اليوم أشار إلى أن إدارة نادي الجزيرة كانت على علم بالمفاوضات، لكنها تلقت تأكيدا من المدرب ذاته بأنه غير معني بها، ما دفع النادي إلى غلق الباب رسميا أمام أي محاولة عراقية. أما في العراق فقد عبر عدد من المحللين الرياضيين عن استيائهم من فشل هذه الصفقة، معتبرين أن الاتحاد لم يتعامل بجدية وحسم منذ البداية، كما فاته إدراك أن عموتة مقيد بعقد صلب لا يمكن كسره بسهولة. فيما ألقى آخرون باللوم على توقيت المفاوضات التي تتزامن مع مرحلة حاسمة في الموسم الكروي الإماراتي، حيث يخوض الجزيرة صراعا على مراكز متقدمة في الدوري المحلي. مدرب الفرص الضائعة. يعرف الحسين عموتة بكونه من أبرز الأسماء في التدريب، حيث قاد الوداد البيضاوي المغربي إلى لقب دوري أبطال إفريقيا، وأشرف على منتخب المغرب للمحليين الذي توج ببطولة إفريقيا للمحليين مرتين، كما يتمتع بخبرة إدارية وتقنية وقدرة على بناء فرق متماسكة من الناحية الذهنية والفنية. ويرى متابعون أن عدم التعاقد معه يعد فرصة ضائعة للمنتخب العراقي الذي يعاني من عدم الاستقرار الفني وتذبذب النتائج، في ظل الحاجة إلى مدرب يمتلك رؤية استراتيجية واضحة وطموحا يتماشى مع تطلعات جماهير أسود الرافدين. ما بعد عموتة؟ ماذا بعد؟ بدا من المؤكد الآن أن الحسين عموتة خارج حسابات العراق في المرحلة المقبلة، ما يضع الاتحاد العراقي أمام تحدي جديد: البحث عن بديل يملك الكفاءة وقادرا على تحمل الضغوط الجماهيرية والإعلامية، وبين مدرب التزم بعقده واتحاد يبحث عن منقذ. يبقى السؤال الأهم مطروحا: هل سيجد العراق عموتة آخر قبل فوات الأوان؟ ورغم خيبة أمل العراقيين، فإن الحسين عموتة يواصل كتابة التاريخ، فقد قاد منتخب الأردن في فترة سابقة إلى نهائي كأس آسيا 2023 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، مؤكدا أنه مدرب التحديات والرهانات الكبيرة القادر على تحويل الأحلام إلى واقع. وفي سؤال مفتوح للجميع: هل خسر العراق عموتة أم خسر فرصة نادرة لا تعوض؟